بص، في الفيديو ده انا مش جاي اقول لك تعالى بقى نتحدى الاي اي ونعمل ويب سايت في ثواني والكلام ده كله. لا 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 لا. انا جاي اعلمك تعمل ويب سايت كامل بالاي اي حتى لو خبرتك ضعيفة. ولو متعرفنيش فحب اعرفك بنفسي، انا الباشمهندس سالم رزق. اديت كورسات كتير جدا لطلاب جامعيين وثانوي عام، وكمان مش بس كده، انا شغال في شركة كبيرة، شركة كويسة جدا. فعشان تبقى عارف ان الفيديوهات اللي انت بتشوفها ديت ما هي الا حصيلة شغل كبير جدا ومجهود كبير جدا. فانا حبيت بس اوضح لك الحتة ديت علشان تبقى عارفها وعشان تبقى عارف انت بتتعامل مع مين. فاحنا هنروح على الشرح، وبعد ما نخلص شرح هرجع لك. بس انا عايز منك حاجة، انك تصلي على النبي، ده اهم حاجة. وكمان لو عندك اي حاجة، عندك جروب التليجرام وعندك انا شخصيا تقدر تتواصل معايا. ويلا بينا نروح على الشرح وراجع لك بعد الشرح. ركزوا معايا يا شباب علشان الشرح مش هيكون صعب. انا هحاول على قد ما اقدر يعني اخليه بسيط. دلوقتي البرنامج اللي هنستخدمه في الشرح اسمه كيرو، البرنامج اللي انا بفتحه دلوقتي ده. هتقولي ليه ما اخترتش حاجة معروفة زي كورسر مثلا او كوديم او كلود؟ هقولك والله بص، انت عندك ادوات الاي اي كتير جدا 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 جدا، تقدر تختار اللي يعجبك فيهم. المهم تشتغل على حاجة تطلع لك نتيجة كويسة. المهم ده البرنامج اللي هنشتغل عليه. تمام. انت عندك اي برنامج اي اي انا ما عنديش اي مشكلة فيه. محرر الاكواد مش مشكلة ومش قصتنا. تمام. يعني عايز تنزل كيرو، هو بص بيديك 500 كريدت ليميت. تمام. المهم ايه؟ المهم انك بعد ما بتخلصهم بيديك ايه بقى، 50 زي ما انت شايف كده تحت، وبتتجدد كل شهر. تمام. ما علينا من القصة دي دلوقت، نبتدي بقى نشتغل. ان شاء الله بإذن الله هنعمل ويب سايت عن مطعم. المطعم وليكن اسمه ايه؟ اسمه مثلا ساعي. تمام، على اسم القناة. ايه بقى اول حاجة المفروض نعملها؟ اول حاجة هنعمل فولدر، كليك يمين نيو، ونيجي عند فولدر. هنسمي الفولدر بتاعنا بالانجليش مش بالعربي. ليه بقى؟ لان بالعربي بتسبب مشاكل كبيرة جدا في محرر الاكواد وهو بيشتغل، فعشان كده بيعمل لك ايه، مشكلة. تمام. دي حاجة برضو انا بنبه عليها. يعني لو جيت عملته عربي وانت شغال هيقول لك تعذر الوصول مش عارف تلاقيه، وكل شوية يجيب لك ايرور 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 وهيقرفك في عيشتك. لا مؤاخذة يا شباب. المهم هغير اسم الفولدر، خليه مثلا ساعة. عملنا الفولدر بتاعنا حلو جدا. هندخل على محرر الاكواد بتاعنا، نضغط على فايل، وبعد كده اوبن فولدر، وبعد كده هنيجي نختار الفولدر بتاعنا من هنا. دلوقتي الفولدر بتاعنا ظاهر. تمام. المفروض نعمل ايه؟ بنيجي عند العلامة ديت وبنفتح الشات. طبعا يا شباب اللي مش عارف يمشي على الخطوات اللي انا بعملها بالظبط وينزل كيرو. تمام. لكن إيه اللي عارف وفاهم، اللي فاهم يعني بسيط، يحاول بقى ايه، ينوع يعني. تجيب مثلا محرر اكواد تاني افضل مثلا، او تشتغل على ده عادي جدا. المهم هنضغط على علامة الشات اللي فوق دي الضغطة، هيجيلنا ايه ناحية اليمين هنا. هنبتدي نكتب؟ لا طبعا. هنبتدي نشتغل؟ لا طبعا، ده غلط. هتقولي ما انت فاتحه ليه وجاهز ليه؟ نكتب؟ حبيبي اصبر. هنعمل ويب سايت عن مطعم. هنبتدي نجيب اللوجو والبانر. طيب مفيش لوجو بانر، مش مشكلة، نروح نجيب اي صورة من على جوجل او من اي موقع، بس تكون صور دقتها عالية. هنيجي هنا كده، ندخل جوه فولدر السعي، وهنعمل فولدر تاني هنسميه اي ام جي. انتر. عملنا الفولدر حلو جدا. هنخرج، هنفتح بقى جوجل، هنيجي بقى في السيرش هنا وهنكتب بنترست. اشمعنى بنترست يا سيدي؟ ادخل على اي موقع يعجبك، هات منه الصور اللي انت عايزها. حمل معانا، فتح. هنيجي هنا وهنسرش على ايه مثلا؟ هنسرش على لوجو مطعم.
استنى يحمل معانا كده. حلو جدا، زي ما انت شايف ظهر لنا حاجات كتير. انا مثلا هاخد دي، حمل معايا، كليك يمين، سيف ايمج. هنيجي بقى اختار مكان الحفظ، هدخل على سعي وادخل على اي ام جي، وبعد كده هقول له سيف. سيف معايا الصورة. حلو جدا. المطعم بتاعنا هيبقى متخصص في البيتزا بس، يعني ده مطعم بيتزا. تمام، احنا بنقوله يعني، فاهم قصدي؟ هنيجي بقى في السيرش ونكتب ايه؟ بيتزا مثلا، ونسيرش. هيظهر لنا كل انواع البيتزا. يا ابني ركز، يا ابني ركز، انا بشرح لك. اصبر شوية لما اخلص الفيديو بعد كده قوم كل. يلا، هنعمل ايه؟ هنيجي بقى هنا كده، هنسيف شوية صور حلوين كده. هنيجي مثلا اختار الصورة دي ونبتدي نسيف. فين؟ في الاي ام جي. بس هنسمي بقى ايه هنا؟ اسم البيتزا هنسموها بيتزا مثلا، وهنسمي ده لوجو. طيب، نروح نحفظ اكتر من صورة. مش مشكلة بقى ايه، ممكن نسمي اي اسم. وده مثلا ساندوتش، وده مثلا برضو هنسيبه. سيفنا تمام. وهكذا يا شباب، انا هسيف شوية صور. تمام، علشان وقت الفيديو هحاول مثلا اسيف شوية صور كده كتير. تمام، وبعد كده نبتدي ايه، ارجع لكم بعد ما سيفت شوية صور علشان نختصر عليكم برضو. بص زي ما انت شايف كده، انا سيفت شوية حلوين. تمام، هنيجي بقى بعد كده ايه، نسيف شوية مشروبات مثلا. نيجي مثلا على المشروبات كده مثلا، ونسيف ايه، شوية مشروبات كده. هنسيف كام مشروب كده وهرجع لك. احنا دلوقتي يا شباب سيفنا كام مشروب وسيفنا كام بيتزا وكده يعني. نيجي بقى عند الاضافات اللي هي مثلا باكت مثلا بطاطس. الحاجات اللي انتوا عارفينها كده هكملها برضو هرجع لكم. لو جينا كده يا شباب وبصينا على الصور، هنلاقي ان الصور اللي موجودة عددها كام؟ 18 صورة. دلوقتي انا بديك الفكرة، انت فاهم قصدي؟ يعني انا دلوقتي اخترت مثلا كام صورة للبيتزا وكام صورة للمشروب وكام صورة للصوصات. تمام، هنبتدي بقى دلوقتي نشتغل على المشروع بتاعنا. لو شفت هتلاقي ان الفولدر اللي احنا عملناه موجود وجوه الصور. دلوقتي احنا عايزين نعمل المشروع بتاعنا بلغة ايه؟ انا شايف ان في لغات كتير، ولكن اسهلهم ال HTML CSS الجافا سكريبت، علشان لو انت عندك معرفة بسيطة هتقدر تتعامل معاهم. هنشتغل باللغات دي. فركز بقى معايا كده، علشان انا مش عايزك بقى تروح تجيب لي برومبت والشغلانة دي، لا انت هتكتب بايديك. حلو، هتبتدي تشغل دماغك ديت وتبتدي تكتب. هتكتب ايه؟ شوف انا اهوت يعني، هكتب قدامك. هقول له بقى ايه، انا عندي مطعم اسمه سعي، وفي مجموعة صور انا سميتها عشان تضيفها صح، ومعاهم اللوجو. لحد هنا تمام؟ لحد هنا زي الفل. هنبتدي بقى نقول له ايه، عايز ويب سايت للمطعم بتاعي بشكل وهوية وألوان وخط مميزين جدا وغير تقليدي. حاجة كده مميزة غير تقليدية. تمام زي الفل. طيب وبعد كده هقول له
هتحط كل حاجة في مكانها الصحيح. يعني ايه تحط كل حاجة في مكانها الصحيح؟ يعني انا عندي صور بيتزا تتحط في مكانها، عندي صور صوصات تتحط في مكانها، عندي صور مشروبات تتحط في مكانها. فاهم قصدي؟ ماشي. عايز التصميم يكون متجاوب مع جميع الأجهزة، والشكل يكون احترافي. تمام تمام. زائد ايه كمان؟ حسن السي او. ايه السي او ده؟ يبقى ابحث عليه وانت هتعرف ايه السي او ده. تمام. وحسن تجربة المستخدم، وخلي الويب سايت سلس ومميز. طيب سلس ومميز، ايه تاني؟ والله انا حطيت له شوية حاجات وهو بناء عليهم هيعمل لي المطلوب. طيب حاجة كمان لسه انا هقول له عليه. عايز يكون في صفحة طلب اونلاين. ايه صفحة طلب اونلاين ديت؟ لما حد يجي يعمل مثلا اوردر، يطلب البيتزا اللي هو عايزها، تجيله في سلة ويملى فورم، والفورم بقى يروح ايه؟ عايز يروح على الايميل ولا على الواتساب؟ هنقوله دلوقتي. صفحة طلب اونلاين، اختار مثلا المنتجات اللي انا عايزها، يجيلي فورم احط فيه بياناتي، وكمان عايز الاوردر يروح على الواتساب ده. تمام. 012 اللي هو الرقم بتاعي يعني. تمام لحد هنا زي الفل. طيب ايه تاني؟ بص بقى، لو انا نسيت حاجة مهمة او في حاجة مفروض تفيد الموقع، ضيفها. ويلا ابدأ. زي ما انت شايف كده، انا دلوقتي شرحت له كل حاجة انا عايزها. بص انا هقولك على حاجة، انا قبل ما اشوف نتيجة وقبل ما اشوف اي حاجة، زي ما انت شايف اهو، زي ما انت شايف اهو، اهو مفيش حاجة لسه اتعملت، ومفيش حاجة يعني لسه محرر الاكواد عملها لي. انت اللي في ايدك بتحدد النتيجة بتاعة الويب سايت بتاعك بتبقى عاملة ازاي بكلمات بسيطة. مش شرط يعمل لك جوجل مثلا او يعمل لك شات جي بي تي برومبت علشان يصمم لك حاجة كويسة. لازم انت تبقى فاهم اللي مكتوب اصلا علشان تطلع حاجة كويسة. ويلا بينا بقى ايه، نشوف هيصمم لنا الويب سايت بتاعنا هيبقى عامل ازاي. هو دلوقتي بيقول لك انا هشوف الصور الاول علشان افهم المحتوى صح، وبعد كده بعد ما اشوف الصور بيقول لك صفحة بهوية بصرية قوية وغير تقليدية، قائمة طعام مع الصور، صفحة طلب اونلاين مع فورم بيانات يروح، وهكذا بقى. بيبتدي بقى يجمع الكلام ده كله، وهيبتدي يصمم لك بقى ايه المطلوب. تمام. في كمان حاجات احنا سقطناها، زي ايه مثلا؟ زي المنيو ده لازم اساسا عشان تبقى عارف يبقى حاجة مكتوبة كده عشان انت تضيفها. المهم يا شباب، انا مش عايز اتكلم كتير، ولكن انا بحاول على قد ما اقدر اوصل لك الفكرة، واوصل لك المعلومة، واوصل لك شرح تقدر من خلاله ان انت تستفيد بيه كويس. فاهم قصدي؟ بص يا شباب، لو ما تعرفش ايه ده او ايه ده، فحب اعرف الناس اللي مش عارفة يعني. ده اندكس HTML اللي هو الهيكل بتاع الويب سايت. زي ما انت شايف كده، اللي هو بيبقى ايه، حاجات من غير ستايل كده، بيبقى كلام مكتوب من غير ستايل. تمام. طيب وده ستايل CSS، ده بقى اللي هو ايه، الستايل المسؤول عن شكل الصفحة بالكامل. فانا هوريكم دلوقتي عملي. تمام. المهم بس يخلص معانا وبعد كده هوريكم. زي ما انت شايف هو خلص وبيقول لي انا عملت كذا 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 كذا. تمام. تعالوا بقى كده يا شباب نشوف الويب سايت بتاعنا عامل ازاي. زي ما انت شايف اهو الموضوع يعني مخدش مننا وقت. نروح بقى ايه نشوف الويب سايت بتاعنا عامل ازاي.
دلوقتي لو دخلنا على الفولدر اللي احنا عملناه هنلاقي جواه ايه؟ هنلاقي جواه 3 ملفات. تعالوا كده بقى نشوف الويب سايت بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي. زي ما انت شايف ده الويب سايت بتاعنا اللي احنا عملناه قدامك خطوة بخطوة وكلمة بكلمة اتكتبت قدام عينيك. تعالوا كده ننزل لتحت شوية. طبعا هو عامل لنا انيميشن هنا يعني شكله جميل. لو نزلنا بقى هنا هتلاقيه عامل لك ازرار تصفية، دي بتبقى اسمها ازرار تصفية. طبعا اللي مخلي الشكل احترافي جدا هو ايه؟ هو الصور اللي دقتها عالية. احنا اخترنا صور دقتها عالية، فانت شايف المنظر عامل ازاي. الشكل جميل جدا بصراحة. هو هنا عامل لنا ايه؟ منظم لنا كل حاجة لوحدها يعني. ده الكل اكيد طبعا بيلخبط الكل على بعض. طيب لو جينا هنا ضغطنا مثلا على البيتزا لوحدها هيظهر لك البيتزا لوحدها. طبعا احنا ما اخترناش كتير يعني. السندوتشات نفس القصة، المشروبات نفس القصة. طيب ايه الاضافات؟ نفس القصة. فدي طبعا كانت صورة انا منزلها، كان لونها اسود فعشان كده مش ظاهرة معانا. طب تعالوا كده مثلا ننزل نكمل لتحت. طبعا يا شباب الويب سايت هنا محتاج برضو شغل، يعني مش هقول لك ديت النتيجة النهائية، لا لا لا، طبعا محتاج شغل. يعني مثلا هنا لو حبيت تعمل اوردر هتيجي هنا تملى البيانات بتاعتك وهتبتدي ترسل طلب. هيجي عبر الواتساب، انا طبعا اخترته عبر الواتساب. طيب تعالوا كده نشوف شكله على الموبايل هيبقى عامل ازاي. او الاول كده تعالوا نشوف لو جينا نختار مثلا اكتر من حاجة. زي ما انت شايف انضافت معانا في السلة كده، اخترنا مثلا 3. تعال نضغط على السلة كده. دلوقتي هو ظهر لنا 3 حاجات احنا اخترناهم. تعالوا نزود نقلل، شغال معانا تمام. طيب نيجي نضغط اتمام طلب كده. حولنا على الفورم ده ان احنا لازم نملأ البيانات بتاعتنا بالكامل ونضغط ارسال عبر الواتساب. هنا اي تعديل ممكن يعني نطلبه هيعدله لنا بكل سهولة. زي ايه مثلا؟ زي هنا مثلا تواصل معنا، ده انا عايزه افضل من كده. هنيجي هنا كده هنقول له في قسم تواصل معنا عايزه افضل من كده. افضل من كده ازاي؟ انت بقى وخيالك. عايز تضيف مثلا فورم في الايميل، تمام. عايز تضيف لوكيشن، تمام. المهم انت عملت حاجة تفيدك بجد. الفكرة ان انا بديك حاجة تفيدك، يعني انت بتعمل حاجة ليك، حاجة سواء للبيزنس بتاعك او ليك شخصيا هتفيدك. انت فاهم قصدي؟ بص يا شباب، الفكرة ان انا بقول لك اعمل ويب سايت، الفكرة في انك تعمل حاجة. انت فاهم قصدي؟ وتكمل بقى عليها، تطور بقى عليها بدماغك. اكيد اللي بيشرح حاجة مش هيديك حاجة من اولها لاخرها بالكامل، لا هو بيديك الفكرة وانت بقى ايه تكمل، لانك انت طبعا تقدر يعني تعمل حاجات افضل من كده بكتير، لان الاي اي زي ما انت شايف بيساعد. فاهم قصدي؟ المهم انا قلت له انا عايزك في قسم تواصل معنا عايزه افضل من كده. هو بيقول لك بقى هشوف بقى الكود الحالي عامل ايه وهبتدي بقى اطور لك فيه يعني. فهنا مثلا ممكن عايز اعمل حاجة اضغط يحولني مثلا على الواتساب بدل ما هي ايه انيميشن كده بس. فاهم قصدي؟ في حاجات كتير جدا تقدر تعملها يعني. فاحنا هنشوفه هيعمل ايه. طيب دلوقتي هو بيعدل. هو دلوقتي بيقول لي جاهز. تعالوا كده نعمل ريفرش ونشوف ايه الدنيا. لو خدت بالك هتلاقيه اتغير. شوف، هو بصراحة شكله دلوقتي بقى كويس جدا. طيب تعالوا كده نشوف شكله على الموبايل عامل ازاي. هنضغط على كليك يمين، بعد كده هنضغط على كلمة انسبكت. دلوقتي هو بيتحول معانا على طول لوضع الموبايل زي ما انت شايف كده. تعال كده نفتح القائمة بتاعتنا. زي ما انت شايف قائمة فتحت وشغال معانا، والشكل يعني احترافي جدا مفيهوش اي مشاكل. في حاجة كده قلت لك عليها في اول الفيديو خاصة بالستايل وخاصة بال HTML. يعني دلوقتي HTML كنت قلت لك ان ده الهيكل بتاع الويب سايت،
والستايل الخاص بالشكل بقى والانيميشن والحاجات دي كلها. وطبعا اب دوت جي اس ده الخاص بالسلة اللي هي ازاي تضيف طلب وازاي تحذفه وهكذا يعني. فتعالى كده بس هنفصل ما بينهم بطريقة بسيطة جدا. لو جينا هنا كده مثلا يعني وزودنا دوت كمان، ضغط انتر، وجينا هنا عملنا ريفريش، شوف ايه اللي حصل. او ده اللي انا قصدي عليه، هو ده الويب سايت دلوقتي شغال وكده شغال مفيهوش اي مشكلة، ولكن مفيهوش ستايل، ده كده من غير ستايل. انت فاهم؟ كده ويب سايت من غير ستايل. الستايل مسؤول عن الشكل. شفت بقى انت الشكل مهم ازاي؟ فلو رجعنا شلنا الدوت وضغطنا انتر ورجعنا كده تاني وعملنا ريفريش، هتلاقي ان الشكل بقى احترافي جدا جدا جدا. طيب وظيفة الاب دوت جي اس نفس القصة. لو رحت كده وزودنا مثلا دوت، ضغطت انتر ورجعت، لو جينا هنا مثلا وعملنا اضافة طلب، شوف ايه اللي هيحصل. مفيش، مستحيل يحصل اي حاجة. ليه؟ لان الاب دوت جي اس او الجافا سكريبت مسؤولة عن الاوامر. يعني مثلا انا عملت الزرار ده تمام وربطته في الجافا سكريبت بحيث ان انا لما ادوس هنا يوديني على السلة علشان اعمل اوردر، لكن مفيش اي اوامر بتتنفذ. فده وظيفة الاب دوت جي اس. انا بعرفك بس حاجات بسيطة كده عشان يبقى عندك خلفية عنها مش اكتر. بص انا عايز اقولك على حاجة. دلوقتي الاي اي ما بيعتمدش على العاطفة، اللي هو مثلا اعمل لي كذا او خلي لي كذا، لا، هو بياخد اوامر معينة دقيقة بيديك من خلالها نتائج. فانت كل ما كنت دقيق في المعلومة بتاعتك كل ما الاي اي عمل لك نتائج كويسة جدا. فزي ما شفت كده في الشرح الموضوع ما كانش صعب، وقدرنا ان احنا نعمل ويب سايت بكل سهولة. فانت بقى تقدر تستغل ده بشكل كويس. بس انا عايز اقولك على حاجة برضو علشان ما اضحكش فيها عليك. فكرة انك ما عندكش خبرة او زيرو خبرة وانك تبتدي تعمل شغل من خلال الاي اي فمش هتبقى احسن حاجة. لازم يبقى عندك دراية بالمجال كويس جدا علشان في حاجات كتير جدا معقدة. انت فاهم قصدي؟ الموضوع مش فكرة انك تكتب برومبت مثلا وتديه للاي اي وهو يعمل لك الويب سايت. لا، الموضوع مش كده خالص يا جماعة، الموضوع كبير شوية. تمام. وبرضه بتختلف من ويب سايت للتاني. فالفكرة بقى ايه في الشغل نفسه. فانت لو حابب تدخل المجال ده لازم برضه تتعب ليه. انا مش بقولك مثلا ان انت ادخل والاي اي يساعدك، هو الاي اي بيساعد، بس كانت بقى شخصيا لازم يكون عندك فهم. بص انا بقولك حاجات صدقني محدش هيقولها لك. ليه؟ لانك انت لما تقتنع ان الموضوع ده سهل واي حد يقدر يعمله وانك خلاص تعتبره مجال اساسي ليك، صدقني انت كده بتضحك على نفسك. لان المجال ده اصلا محتاج ناس فاهمة علشان تعرف تتعامل مع سواء عميل او شركة او ايا يكن يعني. بس هو ده كان كل الموضوع، ويا رب تكون استفدت من الفيديو بجد. وبس ما عنديش حاجة تانية يعني اقولها لك، واشوفك على خير في فيديو جاي ان شاء الله بإذن الله. مع السلامة.